Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab Habib Abdullah bin Idris bin Syahab Wasuli Mufulai Musulma Ilaru khususan Al-Hubabah Al-Marhumah Maria binti Idris bin Syahab Allah yaghfir laha wa yarhamha askinna jannata bi rahmatih walidina walidayha khassah jami' awatana wa awatil muslimin amma wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة نصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق علينا يا وعلى إن شاء الله تعالى من آمين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله
نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة والكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص المعوذة والمهد الكراه المرهومة والمغفورة والمنتظرة الشريفة هذه شام اجتمعنا ها هنا بصبرها أن الله يغفر لها ويرحمها سنة الجنة برحمة والدينا ولديها خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عمه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس والناس صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ربنا والكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك اللهم جنان عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد وانت الله ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الأرض ومن عليها وأنت خير الراشدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل تقبل وما قرأنا من القرآن العظيم ما ذكرناه لا إله إلا الله وما تبعنا من سبحان الله وبحمده وما استغفرنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الجمعة المباركة في عشية الجمعة المباركة هدية وافلة ورحمة نازلة وبركة كاملة وأمالا صالحا متقبلا نقدمكم بها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وجميع باب الله الصالحين ثم إلى أرواح المهاجر والصالحين بإحسان من البقيع المقدم محمد بن علي باري وأبو حلمة وأبو الرجل ثم إلى أرواح المسجد الثاني الرحمن وأولاد الأسعد والمنتسبين إليهم لاحقين عنهم ثم إلى أرواح العلي بن علي بكر السكران وإلى عبد الله بن أبي بكر السكران ثم إلى الحبيب العجروس الأكبر ثم إلى الحبيب أحمد جابر الأكبر ثم إلى الحبيب أبي بكر بن طالب ثم إلى عبد عمر بن الرحمن أصغر أبي بكر ثم إلى الحبيب عبد الله
بن علوي الحجاج ثم إلى عبد الأحمد بن زاد العبدي ثم إلى أرواح أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها غربها وباقيها منهم عبد الحامد بن علي الحجاج وأحمد بن محمد بن علي الحجاج ثم إلى رفاعي بن البلد الأرض ثم إلى رفاعي بن البلد أحمد بن حسن العبدي ثم إلى العزيز عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى عبد الله بن سالم ثم إلى عبد الرحمن عبد الله العبدي ثم إلى عبد أحمد بن عامر ثم إلى عبد العزيز بن أحمد ثم إلى رفاعي بن تربة الحبيب البركة الحبيب أحمد بن شيخ وأصوله وضره ثم إلى عبد الله بن عدروس ثم إلى عبد بن محمد بن يحيى ثم إلى أبي بكر بن علي بن شهاب بكر بن طارق ثم إلى أبي بكر بن علي بن حسين ثم إلى عبد محمد بن حسين بن شهاب ثم إلى أرواح كافة الأساتذة والمشايخ ولمن له الحقوق علينا منهم الحبيب علي بن حسن بن عبد الله بن جاد ثم إلى أرواح من اجتمعنا بسببك المرحومة إلى رحمة الأيد المرحومة الشريفة ماريا فهد بن الحبيب عدروس بن شهاب عبد الله تعالى ذلك منا إليها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واغفرها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واغفرها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واغفرهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك مستقر رحمتك ومع الأولياء مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة جعلنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه ووفقنا يا رب للخير وعاننا عليه وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القائل في محكم تنزيله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الذي تمسكوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أما بعد. Masyarul hadirin, di hadapan kita terkujur jenazah almarhumah ila rahmatil hayyul qayyum Al-Hubabah Maria binti Idrus bin Syahab atau dipanggil hari-hari dengan nama Suud. Jadi nama beliau adalah sesuai keterangan dari Ustaz Syukri, nama beliau adalah Maria tapi dikenal dengan Suud. Kita yakin bahwa Hubabah almarhumah adalah wanita yang salehah. Dan seorang wanita yang solehah ketika ia ingin menghadap kepada Allah, setelah ia mendapatkan keistimewaan dari Allah, dia tetap meminta satu kepada Allah, ya Allah, jangan pisahkan aku dengan asetku. Apa yang dimaksud dengan aset? Anak-anak yang soleh. Dia tidak mau dipisahkan oleh Allah walaupun mereka sudah di alam barzah. Oleh karenanya kita meyakini betul bahwa almarhumah
adalah min ahlil khair. Dan insya Allah kita yang sempat hari ini menyolatkan almarhumah semua akan mendapatkan pengampunan dari Allah, sebagaimana Allah memberikan ampunan kepada almarhumah. Dan atas nama keluarga almarhumah, yang pertama adik dari almarhumah yaitu Ustaz Syaugi bin Idrus bin Syahab, lalu putra beliau Ustaz Syukri bin Ali bin Syahab, dan Habib Taufik bin Ali bin Syahab, dan semua keluarga mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran kita hari ini untuk mendoakan dan menyolatkan jenazah almarhum. Dan insya Allah kita yakin jenazah diampuni oleh Allah dosanya, kita yang menyolatkan pun akan diampunkan Allah dosa kita semua. Selanjutnya kami mohon untuk dapat bersama mengantarkan jenazah almarhumah ke turba Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Demikian yang kami sampaikan. Insya Allah apapun yang masih harus perlu ditanyakan bisa ditanyakan nanti langsung kepada Ustaz Syukri atau Habib Taufik. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya Rabb. الفاتحة إلى روح ما اجتمعنا ها هنا بسببها أن الله يغفر لها ويرحمها ويسكن الجنة برحمته والدينا وليها خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجرم الفاتحة. الفاتحة إلى روح ما اجتمعنا ها هنا بسببها أن الله يغفر لها ويرحمها ويسكن الجنة برحمته والدينا وليها خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجرم الفاتحة. الفاتحة إلى روح ما اجتمعنا ها هنا بسببها أن الله يغفر لها ويرحمها ويسكن الجنة برحمته والدينا وليها خاصة جميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجرم الفاتحة. صلاة الجنازة حاضرة أنثى الصلاة الجامعة صلاة لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. صلينا عليها ويغفر لها ويرحمها ويدخل الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Biar pun. Siapa? اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين.
وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا. الله أكبر. فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين.
رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله. يا أمي الآن دخلت في أطباق الثرى وبين عساكر الموتى، فإذا جاءت ملكان وكلان يبكي وهما منكر ونكير، فلا يفزعك ولا يهداك، فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. وإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إيمانك ومن إخوانك، فقولي يا أمي، فقول لهما بلسان فصيح واعتذار صحيح: الله ربي ومحمد النبي، والإسلام ديني والكعبة قبلتي، والقرآن إيماني، والمسلمون المؤمنون إخواني. وقولي يا أمي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على ذلك حييتي وعلى ذلك متي وعلى ذلك تبعثين إن شاء الله تعالى من الآمنين. أثبتك الله بقول ثابت، أثبتك الله بقول ثابت، أثبتك الله بقول ثابت، يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا والآخرة. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أقول سبحانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من العلماء والأولياء والصالحين منهم صاحب الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب رحمه الله بن إدريس بن شهاب والإمام من أربع العلماء والأولياء والصالحين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمته كما إلى روحهم أن اجتمعنا هاهنا بسبب الحبيب السيد علي بن حسن بن عبد الله بن شهاب ثم إلى الهباب الشريفة فاطمة بنت محمد البار ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا سعود ماريا بنت إدروس بن شهاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته والدينا ووالديهم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة إن الله يغفرهم بالرحمة ويسكنهم الجنة برحمته. اللهم أوصل لهم ثواب ذلك منا إليها. اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديها. اللهم اجعله بركة لها من النار. آمين 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 وبركة لها من النار وبراءة لها من العذاب. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وارحمها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واغفرهم. اجمعنا وإياهم بهذه كرامتك مستدر رحمتك محل أوليائك محل الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من احييته منا واحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اغفر لنا ولهم نسال الله سبحانه وتعالى رب العالمين وسر الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas Allah kepada Allah dan qadarnya dan Allah telah memberikan yang terbaik dan terindah untuk orang tua kami. Bapak Syarif Saud, Maria binti Idris Syahab, yang alhamdulillah cukup lama sakit tapi juga keadaan yang sudah tua. Kemudian Allah SWT memberikan waktu yang tertentu untuk beliau wafat di malam Jumat. Dan Isya'in beliau wafat Allah tanpa menyusahkan orang dan alhamdulillah mudahkan Allah dari usianya. Betulan al-Fadiyah sama asli Taufik lagi tak berhenti berjambang Fadil jauh juga tidak berjambang. Lakin alhamdulillah mana ahbab ashab yang kami kita punya dulur kepada saudara punya teman-teman yang dekat dan seluruh kami. Sehingga walaupun kami dekati memang alhamdulillah kita atur semua ikhwan proses persiapan akan memudahkan Allah jazakumullah khairan jazaa. Yang jelas juga begitu tersebarnya kabar ini menyakit semakin mendoakan orang tua kami yang insyaAllah Allah banyak dosa dan kesalahan itu juga Allah sekalian musibahullah dia betul Allah diwafatkan di malam Jumat dan dimakamkan di Sa'atul Fatimiyah waktu Sayyidah Fatimah insyaAllah berlaku dengan wafat Zahar berkumpul dengan orang saya dan tempat ini dan kami bersama keluarga bersama kami Ustaz Syahab wa akhi Taufik dan segenap keluarga bersama Rahimah ucapkan terima kasih dan minta maaf atas segala kekurangan kesalahan dan kami mengulangi mengundang untuk sekalian untuk menghadiri tahlil Allah ingin kami ini bagaimana dia hidup memang tidak menyusahkan wafat juga tidak menyusahkan maka kami beri yang mudah Allah yasiru wa ta'asir Rasulullah dengan tahlil besok kenapa tahlil jenazah Ibu Bapak Zaitun binti Muhammad bin Syekh Nabi Al-Qala'a dan kebetulan dekat dengan Muhammad Syekh jadi kita sudah berpakat dengan keluarga Muhammad bin Zaitun ibu kami datangkan tahlilnya dengan Bapak Zaitun beliau dijari kami nyatuh digantung dan capek kami kita baca sama yang macam bersama tidak tidak cepat disitu dan insyaAllah ada suatu hal yang baik dan perlu kita berikan lalu tahlil kedua menjadi Allah keberkahan yang kami yakin ini aturan bulan nanti hari Ahad kita menyambut semasa adalah hajatan tahunan maulid Nabi Muhammad SAW Nusantara ada sekaligus menghormati Habib Imam Ibutut atau juga dari Ahmad Segaf maka ini pun kami dengan tujuan tulis sebuah hasil jadi pada kali teman-teman hidup capek yang betul kita harus capek dan bila beliau mungkin keluar dari Nabi Syahadir dan sifat-sifat itu juga alhamdulillah kita sudah izin bila dan dia maksimal sangat terbuka gembira makasih sukses tahlil hari kedua kita gabung di acara maulid sekaligus call Habib Al-Ghadri bin Ahmad As-Segaf mudah-mudahan sholat wasal dari Habib Al-Segaf kemudian kami ditarik dikumpulkan bersama orang-orang saleh insyaallah taala. Dan untuk hari ketiga tahlil jadi semua masih bisa hadir. Insyaallah kita akan laksanakan di rumah Al-Habib Ahmad bin Syekh Syahab Surabaya 10 juga dengan rumah batu jam 4:10 dan 4:10 kita mulai insyaallah taala. Itu nanti kami mulai insyaallah. Untuk sampaikan dan untuk di rumah sendiri lingkungan sana kami ada juga tahlilan dan isya keluarga sekitar. Sekali lagi mohon Allah jazakumullah khairan atas segala perhatian antum, atas segala bantuan antum dan terus berharap doakan beliau dan antum kami anak turun beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.